الاوبشن الوحيد اللي هيخليها تختارك فيه حاجه واحده بس، انها تكون كفيفه. عادي بس هتختار يا ابن المره لما تروح حياته وعمره ما حسيتك ان هو عارف. على كده عارف بجد بالكده. ازيكم عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده والكلام اللذيذ ده كله. نشكركم على ادائكم اللذيذ اللي في اخر فيديو. والنهارده معانا حلقه جديده من برنامج ايه العبث ده، برنامجكم المفضل. النهارده هعلمك ازاي تبقى جامد في العلاقات. لو انت علاقتك بحبيبتك وحشه انا هظبطها لك، والناس دي هتظبطها لك. حصل. معانا كانت علاقته بحبته وحشه وبعدها بلفت. وبعد ما الفيديو ده ان شاء الله صاحبته هتشيل البلوك وانت صاحبتك هتحبك. فقبل الفيديو يبدا ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولينك الانستجرام تحت في الديسكربشن، انا وبيدو. تعالى شد في بدابيدو. افكار مجنونه، ترند غباء وناس مهووسه، ده استهبال. فتحت الكاميرا قلت كلاب، كلامهم فاضي بس بيجي فيوز، والعقل غايب تحس ان هم جوش. وانا حاولت اعملها صح طريق كب، ويا زميلي ايه العبث ده، روح اضرب. انت سهل تسمعي منه كلمه بحبك، بس لو انت عايزه تعرفي هو بيحبك بجد ولا لا، دول 4 حاجات هيعرفوك. واحد، لو هو دايما بيتكلم معاكي عن مستقبلكم، مش شرط يبقى بيتكلم معاكي عن الجواز، بس بيتكلم انت وهو قدام حياتكم هتبقى شكلها عامل ازاي. بص يا قلبي، اتكلم. انا ما بتكلمش حاجه. عشان خاطر بطلب نفسي عشان خاطر اسافر واعيش. طب ايه ده؟ انت ما لا، بتحبنيش ومش كده كده، انت ما بتحبنيش. دخلني معاك، أنا ندخل سوا. لا نسافر سوا ونعيش سوا. بحاول اعمل يوتيوب عشان خاطر نتشهر ونبقى كابلز وجبان من بتوعة اليوتيوب والتيك توك، وتبقى بيدو وامينه. انت كده بتحبني، انت كده بتحبني جدا. I love you so much. بحبك. ايوه يا عبد، خلاص ده كان فيديو تمثيل يا حبيب اخوك. 2، لو انت دايما بتحسي ان هو بياخد رايك في قرارات مهمه في حياته، ده هيعرفك ان هو واثق فيكي وعايز يتاكد ان انت وهو على نفس الصف. دلوقتي انا فكرت في حاجه حلوه وجينا ابدا ستارت اب ولا اسافر ابدا بره. انت كده بتحبني وبتاخد القرارات المهمه معايا. I love you so much. صفحه 3، لو هو بجد بيدلعك، لو دايما بيفكرك ان انت احلى بنت في حياته وعمره ما حسسك ان هو عايز. انت اهم حد في حياتي. على كده بتعرف بجد بالكذب ده. انت اهم حد في حياتي. بص عينيك الخضراء طرشاوي. خلاص كفايه، بتطلع يا عم انت. في شغلانه بنت مكه دايره اليومين دول، ان لما شغلانه بنت ايه؟ هو الحمد لله اللي هو شالها عشان ما عطرش وحط تيك كتير. هو راجل عامه فاهمان. فلنا حمرا صح؟ لا مش فاهم حمالات. مش فاهمها يا بنت الحلال. ال 15 20 الف اللي جابلك بيهم دهب دول، وانت الايه مش عايزه الايه تديهم له. قال ايه؟ ال 15 20000 داخل ب 2 جرام دهب ولا إيه؟ مش فاهم. عادي 15 20000 هو ايه؟ دبله ومحبس يا اسطى، اي حاجه. تحويش صعب مع الشباب، فانت بتوقفوا حياته. هو ده مش تصليح علاقات. هو جه بعد ما العلاقه باظت خلاص. لا عاوزين نصلح الحاجه دي. لا احنا عايزين نبداها. المفروض هو جه بعد ما خلص. المفروض الناس اللي بتتفرج داخلين يشوفوا عشان خاطر يصلحوا علاقتهم. يعني ده واحد عاوز يصلح علاقته وانا واحد عاوز اصلح علاقاتي برضه. فايه طب فلنا حمرا ده هو خطبني سنتين وضيع عليا انا كمان سنتين. حضرتك انت غلطانه. ليه غلطانه؟ لان ما ينفعش تتخطب بفتره طويله، اقصى حاجه في الخطوبه من ايوه صح. طب ما تتخطب يا عم زي ما عايز. يبقى الواحد مرتبط بالبنت 5 سنين وتيجي عند الخطوبه، لا ما ينفعش. لو انت علاقتك معاه بدات تبقى صعبه، مع ان انت من كام شهر كانت علاقتكم زي الفل ومفيش بينكم مشاكل، علاقتنا لو هي بقت صعبه جدا. مبقاش في بقى كل اللي بينا مشاكل، مبقاش في اي حاجه تحلها لنا بقى. هيقول لنا دلوقتي 5 نصايح نصلح بيهم علاقتنا بالناس القريبه مننا، مثلا حبايبنا اصحابنا كده. بنت خالتك. بص علاقات. انتوا مش المفروض تسيبوا بعض. اللي انت حاسس بيه ده طبيعي جدا. انت وهي دلوقتي داخلين على الفتره اللي بعد حلاوه البدايه، الفتره اللي انتوا هتبداوا تبقوا حقيقيين مع بعض. في الفتره دي الحاجات احلى فتره يلا عبد الله تبقى حلاوه البدايات دي. احلى فتره انا ما كنتش عارفها فيها. دي كانت احلى فتره. بس ده احلى. ده ساوند افكت ميوزك. مع محمد رمضان يا عم. انت فعلا حاسس ان انت مع الشخص الصح. الفتره دي هي فرصتكم انتوا الاثنين انكم تحبوا بعض اكتر، ان انت فعلا تشوفها على حقيقتها وتختار انك تحبها على الحقيقه دي. فاحسن حاجه ممكن تعملوها في الفتره دي هو ان انتوا تتكلموا كتير قوي. هي الفتره اللي هي بتبقى فيها مشاكل كتير. الفتره انت تقول لها مثلا ايه، تعملي حاجات زمان مش حاجات زمان انت واخد بالك معاها، فبتبقى اللي هو تصلح علاقتكم ببعض. وانا لما اكبر ان شاء الله هبقى دكتور وهبقى غني وهصلح الناس. وهساعد الفقراء والمساكين لحد ما بقيت انا الفقير. والحمد لله. ايه العبث اللي احنا فيه ده يا اسطى؟ اديني سبب واحد يخليها تختارك كراجل.
اول حاجه في اسباب كتير على فكره، بس انا ما بجمعش بسرعه. صح. فقير، فاشل، مالكش مستقبل، ما بتروحش الجيم. هو عارف منين؟ هو عايش معانا. هو عارف منين ان انا فقير وفاشل؟ فقير وروحش الجيم بس فاشل دي استحاله. انا واحد متخرج تقولش عليا فاشل. جراديويت، سينيوريتا، سينيور. اسمي بيه ده هو جراديويت اللي انت قلتها دي. انت بتقول لي فاشل. يا اما عامل زي خلة السنان، يا اما لا مؤاخذة تخين مش عارف تعدي من الباب. وسبحان الله قال كل العبر اللي قالهم كلهم ما سابش واحده. لسه واقف معانا والله بالصلبان. قال لك كده. الله يفضحك. هو الواد ده قاعد معانا ولا ايه؟ معلش يا حبيبي. اسكي. الاوبشن الوحيد اللي هيخليها تختارك فيه حاجة واحدة بس، انها تكون كفيفة. عادي بس هتختارني. خلاص نعمل 200. اخزق لها عينيها بس تختارني. لو ده سبب كافي انا ها يا ابن المره لما تروح يا ابني انت مالك في ايه؟ ابني ده بيشي. انت تعرف ده تعرف عشان تشتمني. عند خطيبتك ما تحطش ايدك هنا وتحط ايدك هنا لمجرد ان انتوا بقيتوا لوحدكم. طب انا مش خاطب خاطب والله. انا ولا خاطب ولا هو خاطب. ايه الهزار البايخ ده؟ لو تروح عند خطيبتك ما تبقاش تحط ايدك هنا وهنا. يا ابن المرة ايدك ما تسرحش كده، ما تسرحش ما كده. تجيش كده. هنالك لمسة يعني عموما. بيقول عند خطيبتك يا حبيب اخوك. يا دي الخطوبه مش فتره جواز، وزيارتك ما تكونش كل يوم، تبقى كل اسبوعين، ولو تعرف تخليها كل شهر تبقى كل شهر. انت مالك انت يا عم؟ ما ايه؟ ما روح يا عم. انا حاسسك مطيط في حياتي قوي. ده داخل يشتم، يقول لي ما تروحش، يقول لي ما يا عم انت مالك يا عم؟ يا عم انت مالك؟ ايه ده؟ بروح عند خطيبتي يا عم. خطيبتي ولا خطيبتي؟ انا مش فاهم انا. لا خطيبتك زيارتك ما تبقاش كل اسبوع، ما تبقاش كل شهر، ما تبقاش كل سنه. ما تروحش خالص. ما تخطبش يا اسطى. ولو رحت حاول ما تاكلش، ولو كلت حاول ما تصرفش في الاكل، ولو ولو كنت عم تشخش. ولو شخيت حاول بس مش. ولو جابوا لك شاي وحط سكر. لما تقرر تروح في اليوم اللي هتزور فيه خطيبتك لازم تكون مرتب ليهم وعرفهم انك انت جاي. مفيش حاجه اسمها ما روح. انت اكيد يا اسطى لما تروح هتديهم سابق انذار يعني، فاهم؟ مش هتروح كده. ايه العبث ده؟ انا لو رايح عند ضيف انا اعمل وانا جاي لك بكلمك قبل ما اجي. ده طبيعي. ده طبيعي. ده الف ب حياه. لايك شير وسبسكرايب لحد ما يجي. ما تنساش انا شايفك انت وهي. يا جماعه الصوت مسروق، استحاله يكون ده صوته الحقيقي والله. ده شكله صوته طرش. لا هو شكله جامد. اه. بعيد عن بس شكله جامد. اسمع الصوت. هو قال ايه؟ لسه هيبدا يغني. حاسس صوته طرش. اسمع انا بس. حسيت، عارف انت الاحبال الصوتيه عنده موت. هو احلى حته اللي كان ساكت فيها يا اسطى. ايه اتكلمت ليه؟ ايه غنيت ليه يا جدع؟ كان شكلك حلو وانت ساكت والله. حتى ما كانش شكل. يا عم مش عايز اطلعهم وخدت ربنا. انت جالك شر عاش ولا ايه؟ جسمه اشعر من عبقرية الصوت. صوت ابن حرام. هتلاقوا فيديو المدرسين اللي هيظهر هنا. انتوا بتظهروا فين؟ عبد الله هنا ولا ايه؟ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. صاحبتك سابتك. ايه يعني صاحبتك سابتك؟ انزل الجيم. فهي يعني صاحبتك سابتك. هي يعني صاحبتك بلكتك يعني. عادي. ولا اي حاجه يعني. ولا اي حاجة. قد الدنيا. الدنيا مش قد. عادي. انزل الجيم نهاية العالم. صاحبتك سابتك، ابوك موجود عادي. انا مش فاهم اروح احب ابويا يعني اعمل ايه؟ مش فاهم. ايه المقارنة العجيبة دي؟ يعني زي ابوك اعمل ايه مع ابويا؟ مش فاهم. يقصد ان ابوك هيعقل. بس هو عارف من ايه؟ انزل الجيم. ابوك ما نزلكش من بطنه عشان تبقى ايه؟ ابوك ايه؟ ما نزلوش من بطنه. هو ابوك بينزل من. ايه العبث ده؟ هو ايه العبث ده بجد؟ قاعد كده على اللي انت قاعد عليها دي. لا يا حبيبي، انزل الجيم واشتغل. اشتغل فواعلي. اشتغل عتال. عارف هو عارف. اللي هو عتال تقريبا. عتال. اسمها اكتئاب ورحمة امي. ما في حاجة اسمها اكتئاب. اول واحد اصلا عنده اكتئاب يا اسطى. معتزل يوتيوبر استسلاك. حياته كلها اكتئاب اصلا. بقول لك مش حاجة اسمها اكتئاب. حاجة اسمها جيم. ما تعرفش ايه الجيم ده؟ تعالى اوريك ايه الجيم ده يا حبيب قلبي. عارف الفيديو ده عمله امتى؟ بعد ما اتخزق في الزبلاند شو.
معرفش انا شفته. لما رفع يس ورفعت له النوم. والله العظيم كان منظره قرع. هو اصلا راح ذا بلايند ديد شو ده؟ ليه راح ذا بلايند؟ مش مشهور. انا كمان عايز عشان ارفع يس ولا لو وصلت لحد هنا صلي على النبي تحت في الكومنتات، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. ولينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن. اعمل فولو لامين وما تعملش فولو لبيتو، اللي هو زي اسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك.